السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هنعمل صينية حلوة قوي من الفراولة، هي كلها عبارة عن فراولة، هتبقى طبقتين، وكل ده هنعمله من نص كيلو بس من الفراولة، ويمكن كمان اقل، يعني ينفع كمان تعمليها ب400 جرام من الفراولة. هي طريقة حلوة وسهلة وسريعة جدا، وهتعجبكم بجد لو جربتوها. انا نور خالد ودي قناتي، متنسيش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت على الفيديو لو عجبك. يلا نبتدي. احنا مش عايزين غير نص كيلو من الفراولة بس، هنقسمها لنصين. النص الاول هناخده، هنضيف على الفراولة نص كوباية صغيرة من السكر او 85 جرام من سكر الحبيبات، وبعد كده هنضيف عليهم اللبن. هنستخدم نص كيلو من اللبن، اي نوع لبن انت حباه، وهنضرب كل ده بقى، السكر واللبن والفراولة هنضربه بالهاند بلندر. ممكن تحطي في الخلاط عادي لو مش متوفر هاند بلندر. بعد كده هنضيف النشا 80 جرام من النشا، وهنقلبه كويس مع بعض بالهاند بلندر، ونتأكد بس ان النشا اتقلب كويس وداب معاهم، علشان النشا بيكلكع شوية لو احنا ما دوبناهوش كويس. بعد كده الخليط بتاعنا هننزل بيه على النار، وبعد كده هنقلب كويس. لما نحطه على النار هتلاحظي ان الخليط بتاعنا ده بيتقل. طبعا في المرحلة دي احنا محتاجين نقلب كويس ونقلب باستمرار علشان ما يكلكعش مننا، ولحد ما يوصل للقوام الكويس اللي هو قريب شوية من المهلبية، بس يعني اقل، مش القوام التقيل ده. بس لازم تفضلي تقلبي في المرحلة دي. انت هتلاحظي انه بيتقل منك، وهتلاقيه بيعمل زي فقاقيع كده، هتلاحظيها. يبقى هو كده تمام. كده احنا هنقفل عليه، وكده الخليط بتاعنا جاهز، وهنصبه في الصينية بتاعتنا. هنستنى بس يهدى من السخونية، وبعد كده هندخله على التلاجة. هنيجي بقى عشان نعمل الطبقة التانية او التوبينج بتاعنا. احنا هنعمل فراولة بالكراميل. هنعمل الكراميل الاول. هننزل بمكعبين من الزبدة او معلقتين كبار من الزبدة، او لو عايزة تستخدمي سمنة مفيش مشكلة، بس هو يفضل انها تكون زبدة، هتدي مذاق احلى للفراولة. وهننزل بكوباية من السكر، 85 جرام من السكر. وفي المرحلة بتاعة ان احنا بنكرمل السكر، طبعا ناخد بالنا كويس، ولازم نكون واقفين جنبه علشان ما يتحرقش مننا. لما اتأكد ان السكر كله عندي اتكرمل، هننزل بالفراولة، بس حطيها واحدة واحدة. السكر بيبقى سخن جدا في المرحلة دي، وهنقلبه كويس مع بعض لحد ما هنلاحظ بتدبل شوية مع الوقت. كل ما هتقلبي كل ما هتلاحظي ان الفراولة بتدبل، لحد ما يوصل قوامها كده وتبقى بالشكل ده. يبقى كده هي تمام وجاهزة معانا، وهنطلع الصينية بتاعتنا من التلاجة، وهنحط التوبينج بتاعنا او الفراولة بالكراميل، هنصبها كلها ونسويها على الصينية بتاعتنا. وعايزة اقول لكم بجد ان دي صينية حلوة جدا، من اسهل الحلويات اللي ممكن تعملوها، وهتبقى مناسبة جدا في رمضان واي وقت، هي هتبقى حلوة. والفراولة طبعا مفيدة في جو الشتا والبرد اللي احنا فيه ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير، مع السلامة.